السلام عليكم، مرحبا بكم في قناتي اللي هي قناتكم دائما. المهم اليوم غادي نشارك معكم الغديوه ديالي في الفران، شويه دجاج بالخضره طايبين في الفران. غادي نحتاجو 3 د الخيزوات المهم مقطعين طريفات، والبطاطا حتى هي مقطعه طروفه. وغادي نردو خيزو غادي نردوه يطيب نص طايبه على وديتاش. كما كتعرفوا خيزو شويه قاصح يبغي الطياب. وهنايا غادي نحتاجو القرعه خضراء حتى هي تقطع طريفات، وفلفله خضراء حتى هي غادي تقطع طريفات، وشويه د الفلفله. عندي فلفله خضراء وحمراء وصفراء كانوا عندي في الثلاجه، غادي نجبدهم ان شاء الله. المهم هنايا غادي نحتاجو الاقامه ديال الخضره وديال الدجاج اللي غندير في الفران. غناخدو القزبر ومعدنوس مطحونين، والمطارد معلقه صغيره د المطارد، و3 ديال الطروفه ديال الفرماج اولا 4 على حساب نتيا واللي بغيتي. الفرماج الصفر وإلا عندك الفرماج محكوك ديريه، انا عندي غير هاد الفرماج ديال ساندويتش كاري. وغادي نحتاجو كنور ديال الدجاج غادي ديريه فيها. وغادي نحتاجو معلقه صغيره ديال الكمون ومعلقه صغيره ديال تحميره حلوه. وهنايا البصله درتها مسحوق، درت البصله مسحوق. هنا غادي نحتاجو شويه ديال الزيت الروميه وشويه ديال البلديه، وغادي نخلط هاد المكونات مزيان تتولي بحال الكريمه. من بعد غادي نزيد عليهم كاس ديال الماء بارد. المهم تنحاول ما امكن نرد هداك الفرماج وداك الكنور وديك الاقامه بحال الكريمه. صافي حتى تتمعس مزيان، عاد غنزيد عليها كاس الماء بارد صافي. وغادي نبدا هذه هي التشرميله ديالو. المهم كيجي لذيذ البنات وكيجي زوين لا مذاق وصحي، حيت طايب في الفران. هنا زدت شويه ديال الملحه في الاخر صافي. ومن بعد قسمت شرموله على جوج، النص غادي نخليه تنديرو للدجاج والنص غادي نديرو للخضره. هنا غادي نشرمل الخضره ديالي كامله، غادي ندوزها في الشرموله ونستفها في الطاوه ديال الفران. الطاوه ديال الفران فرشت ليها البابي كويسون باش ما يلصقش ليا، ما تلصقش الخضره ولا شي حاجه الا نشفات ليها الشرموله ما تلصقش ليا في الطاوه. المهم دوزت الخضره كامله في الشرموله وعاد غادي نستفها كما قلت لكم في الطاوه ديال الفران. من بعد غادي ندوز نشرمل الدجاج البنات راه شديته سلقته في الماء نص طايبه. المهم انت اللي بغيتي ديريه ديريكت، يعني بلا ما طيبيه ديريه حتى هو راه كيطيب معاه في الفران بلا ما طيبيه كيطيب مع الخضره. بغيتي طيبيه نص طايبه من الاحسن، طايب نص طايبه الا كنتي نتي مزروبه، يعني مزروبه بغيتي توجدي الغدا دغيا، الا كنتي مزروبه ديري ليه نص طايبه مع شويه الزعتر وشويه الحامض في الماء. ومن بعد عاد كدوزيه حتى هو في الشرموله صافي وكتبداي تستفيه في الطاوه. هنايا البنات راني كنستف في الخضره، ما ديتهاش في الفيديو انني في التصوير انني ما حطاش الطاوه قدامكم وكنقاد فيها. تا بديت كنمونطي الفيديو عاد عرفت بان راه كنصور غير المول ديال الخضره ما صورتش الطاوه. المهم راه كل وحده غتستف الطاوه على طريقتها وعلى ذوقها. ما درتش مطيشه لحقيتاش مطيشه كطلق الماء هي والبصله، درت غير الخضره والدجاج وهاد الشرموله ديالها. انا بغيت الطاوه ناشفه، ولكن الا بغيتي فيها المرقه شويه زيدي معاهم مطيشه وسميتها والبصله. قسمت جوج مولات على وديتاش اللي ما حاضرش معايا في الغدا، فولادي ولا شي حد في الدار ما حاضرش في الغدا صايبت ليه طاوه بوحدو.
في المول ديال الفران هذا تا هو. المهم قسمت على جوج باش يبقى ليهم غداهم. المهم هذه غديوة ديالي البنات راني شاركتها معكم كما قلت لكم، بسيطة والواحد يبقى كل مرة المرقة بعدا ينوع شوية شوية الفران شوية المرقة شوية الرفيسة شوية طعام شوية، المهم ما يبقاش غير طاجين. هنا ها هو الدجاج كما قلت لكم راني غير طيبته نص طيبة فوق البوطة، وعاد دوزته في هاد الشرمولة وغادي نستفو في الطاوة ونديرو في الفران. المهم البنات خليكم معايا تشوفوا الطبق النهائي كيفاش جا في الاخير، كتجي محمرة وزوينة. وما تنساونيش البنات من لي لايك وملي كومونتير يكونوا زوينين، راه كنقرا التعاليق ديالكم. شكرا لكم بزاف الناس اللي متبعيني القدام والناس الجداد تا هما مرحبا بهم في قناتي. وان شاء الله نبقاو دائما عائلة وحدة ونشارك معاكم الحوايج الزوينين الخايبين والزوينين، نشاركوا كلشي ان شاء الله. المهم هي الطاوة ديالي هنايا استفت فيها الدجاج الوسط، درت الخضرة من الجناب واستفت درت الدجاج الوسط والخضرة من الجناب صافي. وغادي نديرها في الفران، الفران على درجة الحرارة 250 درجة لمدة تقريبا ساعة كان طاب. المهم عينك ميزان كل واحد والفران ديالو كيفاش كيستعملو، ديك الساعة كتبقى لك نتيا مرة تراقبي. صافي خويت هذيك الشرموله من الفوق ودرتو في الفران. وبالصحة والراحة البنات، راه كتجي زوينة، جربوها وردوا عليا في لي كومونتير. ايوا ها هما يا صحاباتي يا حباباتي العزاز عليا، ها هو الطبق النهائي. ما جاش فيه لا مرقه لا حتى شي حاجه، جا ناشف كامل. المهم اللي داير ريجيم راه هذا يصلح ليه زوين. خليتكم على خير وسمحوا لي اللي شهيت ويسمح لي لي لايك ودعموني باللايك كومونتير وابوني. وبسلامة عليكم وتهلاو في روسكم وكنتمنى تكونوا بخير وعلى خير.